السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم الصحة واحسن حال. جاي لكم النهارده فيديو جديد، فيديو مشوق. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا انا عملت ايه. يا ريت لو انت ما انتش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتحط لي اللايك وكومنت القمر بتاعك وتنوريني طبعا، وتبقي اخت من اخواتي. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. يا صباح الجمال او مساء النور على حسب ما انتوا بتشوفوني يا حبايب قلبي. النهارده بقى جايه لكم فيديو دمار وطاقه وحيويه ونشاط، لان انا بعوض الايام اللي فاتت اللي انا ما كنتش بنزل فيها اي فيديو ولا اي روتين ولا كنت بشارك معاكم اي حاجه. جايه لكم بقى النهارده فيديو جامد جدا، بس حابه ان انا اتكلم معاكم الاول عن سبب غيابي. طبعا القناه بتاعتي كانت مقفوله، كان حصلت لي كده شويه ظروف فالقناه بتاعتي اتقفلت، وما كنتش يعني عارفة اذا كنت انا هطلع تاني على القناة بتاعتي او ان هي هترجع تاني ولا لا. بس الحمد لله الايام دي كلها عدت على خير، بحلوها وبمرها عدت، والقناة بتاعتي رجعت الحمد لله. دي كانت اكتر حاجة مضايقاني جدا ان القناة بتاعتي اتقفلت، لان انا طبعا اتعودت ان انا اتكلم معاكم واشارك معاكم اي فيديو ليا، وان انتوا كده اتعودت على كلامكم الجميل اللي انتوا بتدعولي فيه، وكل طاقة وكده وكل نشاط، ونتشجع من بعض يعني الحمد لله ان الفترة دي اتعدت على خير. حابة ان انا اعتذر لكم واقول لكم حقكم عليا، ما تزعلوش مني، بس والله ما بايدي اي حاجة. اختكم فعلا كانت نفسيا متدمرة الفترة اللي فاتت ديت، بس الحمد لله كل حاجة عدت على خير وطبعا مفيش بيت مفيهوش اي ظروف مفيهوش مشاكل، بس الحمد لله المشاكل دي اتعدت. برضو علشان يعني عمرها ما هتوصل لأي حاجة وحشة او عمرها ما هتوصل لحاجة اكبر من كده، بس الحمد لله كل حاجة عدت على خير. وربنا يهدي كل البيوت، علشان برضو في اطفال نفسيتها برضو هتبقى وحشة جدا لو في حاجة لا قدر الله بعد الشر، يعني انا ما اتمنهاش ان يعني انفصال الاب والام. طبعا نفسية الولاد بتبقى متدمرة جدا وبيبقى نفسيتهم وحشة، فانا يعني الحمد لله ان انا ما عدتش عليا الظروف دي، وان شاء الله مش هتحصل حاجة من ديت خالص، برضو عشان خاطر ولادي وعشان خاطر ان احنا برضو احنا الاتنين بينا عشرة وفي حاجات كتيرة جدا عدت كويسة ما بينا، فانا ما اتمناش ان ده يحصل خالص، وان شاء الله مش هيحصل. بس انا ما كنتش حابة ان انا اطلع لكم وكل طاقة سلبية، لان انتوا عارفين ان انا مش بحب ان انا اطلع يعني بكل طاقة سلبية، لان انا لو طلعت بطاقة سلبية هديكوا انتوا كمان طاقة سلبية وهيبقى اليوم ممل، فانا مش حابة كده خالص. انا حابة ان انا لما ارتحت كده نفسيا ومعنويا، وكمان فرحت جدا لما القناة بتاعتي رجعت لي تاني، لان ده يعني انا بقالي سنة على القناة، طبعا سنة فيها تعب كتير وطبعا يعني تعرفت على ناس كويسة جدا ومحترمة جدا، وانتوا كلكم على راسي من فوق، وكلامكم الجميل كلكم كنتوا وحشيني جدا الصراحة. ربنا ما يرجع دي الايام تاني، وان شاء الله تنزل لكم فيديوهات كتيرة جدا ونتنشط كده ونتشجع ونشارك مع بعض كل حاجة زي الاول ويمكن احسن. معلش طولتم عليكم المقدمة، بس انا كنت حابة ان انا اشرح لكم ايه سبب غيابي، وان شاء الله الايام الجاية هتبقى كلها خير، وان شاء الله مش هتأخر عليكم تاني بإذن الله.
يلا بقى بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، ونبدأ بقى نتكلم في اليوم بتاعنا بتاع النهاردة، لان انا مش عايزة اي طاقة سلبية خالص، ومش عايزة احكي في اي حاجة خالص غير ان انتوا وحشتوني جدا 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 جدا، وانا بحبكم جدا، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش ما يحرمنيش منكم ابدا. وان شاء الله كده الفيديو يكون خفيف على قلبكم وينول اعجابكم. زي ما انتم شايفين كده المطبخ حرفيا كان متدمر، وكان فيه كمية مواعين كتيرة جدا، بس انا يعني اتكلمت معاكم وانتوا طبعا شفتوا انا كنت بعمل ايه. هنا بقى بعد ما خلصت خلاص المواعين ودعكتها وكله تمام، وصفيتها على الصينيه اللي انتم متعودين بيها معايا، جبت بقى كده الرشاقه بتاعت المعالق، لان انا بقى لي فتره ما دعكتهاش خالص، فقلت بقى ايه اديها كده دعكه نظيفه علشان يبقى كل حاجه بقى تبقى زي الفل. يعني هغير كده من الشكل بتاعها، بدل ما كانت كده بالطول هخليها بالعرض، وهيبقى شكلها لطيف وهو شوية تغيير وتجديد في المطبخ. وهتتابعوا معايا انا هعمل ايه. يا ريت لو انتوا وصلتوا معايا لغايه دلوقتي نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات يا بنات، وتحطي لي لايك، اهم حاجه اللايك، عايزه اللايكات تتفجر النهارده، لان انا هيبقى ده اول فيديو انزله بعد اسبوعين بالظبط من اخر فيديو انا شاركته معاكم، وانا ما نزلتش حاجه خالص. هيبقى بقى النهارده ده اول يوم انزل معاكم الفيديو، فعايزاكم كده تفرحوني وتشجعوني، وان انتوا تحفزوني ان انا انزل اكتر فيديوهات. زي ما انتم شايفين كده انا بدأت ان انا ادعك كده الرشاقة كويس واخليها كده زي الفل زي ما انتم شايفين، عشان اخلي بقى الدنيا كلها معايا تمام، وابدأ بقى ان انا اخلص كده الجزئية ديت علشان هتتابعوا معايا بقية تغييرات المطبخ والتنظيفات كده، وهنتشجع كده النهارده، لان انا قلت لكم النهارده فيديو كله نشاط وحيوية وكله دمار النهارده، وفي حاجات كتيرة جدا هتحصل. بحبكم جدا. زي ما انتم شايفين خلاص بقى صفيت بقى غسلت الصفايه، وبدات بقى ان انا اركبها كده كويس علشان بقى ايه ارجع كل حاجه زي ما كانت، وهحطها كده بدل ما هي كانت بالطول هحطها كده بالعرض زي ما انتم شايفين. هغير شويه من الشكل بتاعها كده، وحسيت ان هي كده احسن. هبدا بقى ان انا ارص فيها الحاجات تاني زي ما كانت. طبعا هي الحاجات ديت نظيفة، بس انا قلت ان بقالي فترة ما عملتش كده الرشاقة، وكمان بحط كده المواعين المعالق كده فيها، وما يعني بتصفي ميتها كده في قلب الرشاقة، فانا ما حبيتش ان هي يعني طبعا انتوا عارفين لما المية بتتراكم كده بتعمل ريحة ما هياش كويسة جدا وبتعمل اصفرار. فانا قلت كده ايه طالما انا دخلت بقى اتنشط كده واتشجع واخلص بقى كل اللي ورايا، واخلي بقى المطبخ كله بيلمع زي الفل زي ما انتوا هتتابعوا معايا. لان انا كنت الايام اللي فاتت دي كنت بدخل المطبخ، كنت بطلع منه يعني ادخل اطبخ واعمل الغدا واغسل المواعين وبطلع كده على طول، لان ما كانش فيا يعني طاقة ان انا اعمل اي حاجة. بس يعني اهو كنت يعني بخلص اللي ورايا كده، بس يعني انا خلاص الحمد لله هرجع بقى اتنشط تاني معاكم واتشجع كده، وكلنا نتنشط ونتشجع من بعض ونخلص بقى كل الدنيا اللي ورانا ديت. زي ما انتم شايفين كده جبت الركن المحبب لقلبي اللي هو ركن القهوة. قلت بقى كده ما ادي دعكة كده، لان بقى له فترة كبيرة جدا ما اتخدمش الصراحة. فقلت بقى ايه يعني انضف كده كل حاجة زي ما كانت، وارجع كده الحاجات على روقان ونظافة كده، واخلي المطبخ كله فيه ريحة انتعاش كده وصابون ورغاوي كده. كده خلاص انا خلصت الجزئية ديت. هبدأ بقى ان انا ادعك الحوض بتاعي، علشان انتوا عارفين ان انا عندي وسواس قهري بسبب الاستانلس، مش بحب خالص ان بيبقى فيه اي دهون او اي حاجة على الاستانلس. بحب اشوفه كده وهو بيلمع كده وبيبرق قدامي زي ما انتوا متعودين معايا.
زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا اخلص كده الجزئية ديت، وهجيب بقى الحاجات بتاعة البوتاجاز لان حسيت ان هو فيه عليه كده شوية اصفرار، وشلت كده العيون من عليه. طبعا زي ما انتم شايفينه ما كانش فيه بهدله خالص، بس كان فيه بواقي كده، حاجات كده ساقطه عليه، فقلت بقى اخلص بقى واشيل بقى العيون ديت علشان حسيت ان فيه تحتها اصفرار كده جامد. ودعكت كده الدنيا كلها، وكمان شلت الورق الفويل اللي على الازاز، ودعكت البوتاجاز كله لان حسيت ان هو عايزه اديله وش كده نظافه، لان انا حاسه ان انا اهملت فيه كتير، وانا مش بحب كده الصراحه. اللي متعودين معايا ومشاركين معايا الفيديوهات من اولها انتوا عارفين ان مش بحب الاستانلس خالص، وبالذات البوتاجاز بتاعي يكون عليه اي دهون او اي اتساخات، لان ده لو الدهون اتراكمت عليه هيبهدل الدنيا ومش هيطلع معايا وهيغلبني عقبال ما بيطلع. فانا يعني قلت كده ايه اديله كده ايه شويه نظافه زي ما انتم متعودين معايا. وشلت كمان الورق الفويل دوت، حطيت واحد جديد، و نضفت بقى الدنيا ودعكت الازاز، وجبت كمان معايا الحيطان بالمره، لان الحيطان كنت حاساها عليها كميه دهون واصفرار جامده جدا، لان زي ما انتم شايفين ان البلاط عندي ابيض، فالسيراميك الابيض بيبان فيه الاتساخات بسرعه. جبت كده الفوطة وبدأت بقى ان انا اشيل اي صابون واي رغاوي على البوتاجاز بتاعي علشان بقى اخلص بقى الجزئية ديت، ونشوف انا هعمل ايه بقى، ونظبط كده الشكل النهائي بتاع المطبخ كده، واخلي كل حاجة بتلمع كده بترجع معايا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده ومتعودين معايا. جبت بقى كده مساحة البوتاجاز وخليته بيلمع زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا اشيله كده وازقه علشان يعني ادعك كده البلاط معايا. زي ما انتوا شايفين البلاط كان متبهدل خالص. هبدأ بقى ان انا ازق كده البوتاجاز بتاعي، وهبدأ بقى ان انا ادعك كده كويس في السيراميك بتاعي اللي كان ورا البوتاجاز، لان الدنيا كانت عندي مش احسن حاجة. فهبدأ بقى ان انا اظبط الشكل بتاعه، وهبدأ بقى ان انا يعني ادعك كده كويس فيه لغاية ما يطلع. وهجيب بقى الفوطة وهبدأ بقى ان انا اشيل بقى الصابون والرغاوي. وطبعا انا يعني المنظر ده انا يعني اتجعزت منه جدا، لان انا زي ما انا قلت لكم انا بقالي فتره ما شلتش البوتاجاز وما عملتش اي حاجه من تحتيه، فدي كانت الدهون اللي تحت البوتاجاز. فانا قلت كده ايه اجيب الاسبونشه وابدا بقى ان انا ادعك فيهم المساحه ديت عشان اشيل بقى كمية الاتساخات اللي طلعت. ودي كان المنظر بتاعها بجد، انا اتصدمت من المنظر دوت. وجبت الفوطة كده وبدأت ان انا امسح كده البلاط، ورجع معايا زي الفل زي ما انتوا شايفين. والجنب اللي هناك دوت هبدأ برضو ان انا ادعكه برضو علشان اخلص بقى كل الاتساخات وكل الحاجات دي. وطبعا الحاجات رجعت معايا زي الفل. وهبدأ بقى ان انا اجيب بقى الورق الفويل وهظبطه كده على البوتاجاز، علشان ده هبدأ بقى ان انا اديله بقى الشكل بتاعه، وارجع بقى ارجعه كده نضيف زي الفل زي ما انتم متعودين معايا. وانا كان بقالي فتره كبيره جدا ما جيتش جنب الورق الفويل اللي انا كنت حاطاه، بس انا قلت بقى طالما انا قمت كده واتنشطت وخلصت كده اللي ورايا، وخلي كل حاجه كده على رواقه وكده، يبقى كله انتعاش وروقان، اخلص بقى واعمل كده كل حاجه جديد في جديد زي ما انتوا شايفين كده. ولازم ادي كل حاجه حقها، علشان انا طالما انا دخلت مكان يبقى بامر الله وبعونه هخلص بقى كل حاجه، وارجع بقى الشكل بتاع المطبخ زي الفل ويمكن احسن بكتير. هبدا بقى ان انا احطه كده في الزاويه ديت، هنقل بقى المنظر شويه، وهبدا بقى ان انا ارجع بقى العيون بعد ما نشفت معايا، وهرجع بقى كل حاجه زي ما كانت. طبعا انا اخدت كمان الجنب دوت من السيراميك، وخلصت بقى الظهر والجناب وكده وكله، خلصت الدنيا كلها. تتابعوا معايا بقى وانا يعني بحط بقى الحاجات في اماكنها تاني بعد ما اتصفت خلاص. طبعا ده الركن المحبب لقلبي، بحبه جدا. يعني انا بعشق القهوة وبعشق يعني الركن دوت بحبه جدا. زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ان انا ارجع كل حاجة زي ما كانت،
وكده خلاص انا خلصت يا بنات، وده كان الشكل النهائي للمطبخ. يا ريت لو انت وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسينيش بالاشتراك في القناه عشان تكبري العيله بتاعتنا، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسينيش باللايك، اهم حاجه اللايك يا بنات، والكومنتات. ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم وينول اعجابكم. ما تنسوش تصلي على النبي في الكومنتات يا بنات، عليه افضل الصلاه والسلام. بحبكم جدا، تصبحوا على الف خير.